عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، تقبل الله الطاعات. نقدم لحضرتكم نصائح وإرشادات صحية عامة عن تناول الطعام والمشاكل الصحية أو الاضطرابات الهضمية التي تحدث للصائم في شهر رمضان المبارك. من المشاكل الصحية والاضطرابات الهضمية الشائعة في شهر رمضان هو عسر الهضم، الارتجاع المريء، والحموضة، حموضة المعدة. كل هذا بسبب إفراط في تناول الطعام خلال وجبة الإفطار والإكثار من الأغذية الدهنية والحارة. لدينا عدة تعليمات يجب على الصائم اتباعها خلال شهر رمضان المبارك لتجنب هذه المشاكل. أولاً هو الإكثار من شرب الماء والسوائل الدافئة. من المعروف أنه شرب الماء والسوائل الدافئة تسهل عملية الهضم، لذلك نمنع عسر الهضم والانتفاخ البطن. ثانياً عدم الإفراط في تناول الطعام في وجبة الإفطار، كان تكون الوجبة مختصرة ومتكاملة غذائياً ولا تحتوي على أغذية مبالغ فيها في وجبة واحدة. ثالثاً الإكثار من الألياف الغذائية في وجبة الإفطار. المعروف أنه الألياف الغذائية تكون متوفرة في الخضروات والفواكه والحبوب الكاملة. رابعاً الابتعاد قدر الإمكان من الأغذية الدهنية والدسمة والأغذية الحارة، كأن تكون البهارات الحارة والفلفل الحار تجنبها يعني الدهون المشبعة. خامساً الإكثار من شرب الماء والسوائل بعد الطعام أيضاً، والابتعاد عن تناول الطعام قبل النوم، كأن يكون يعني ينام الصائم على معدة ممتلئة. يجب تجنب هذه الحالة وتناول الطعام قبل ساعتين من الخلود إلى النوم، ولذلك تتجنب عسر الهضم وانتفاخ المعدة. وأخيراً عند اتباع جميع هذه التعليمات يجب ولم يعني لم يحس الصائم بتحسن يجب مراجعة الطبيب وعرض الحالة عليه وليتم الفحص الكامل واتباع إرشاد الطبيب وأخذ العلاج الكامل. كأن تكون هناك مشاكل مصاحبة أو أعراض مرضية مصاحبة للصيام في شهر رمضان المبارك. وشكرا جزيلا وصيام مقبول.